بهاء رحاب رئيس اللجنة الرياضية بجماعة الإخوان المسلمين. مساء الأنوار يا كابتن بهاء. مساء النور يا كابتن. يا رب تكون بخير. يا رب ربنا يعيد عليك الايام بخير يا رب يبارك فيك. واسمح لي بقى اقول لك يا كابتن لانه اتصور حضرتك رياضي. هو كابتن دي احسن حاجه مش كده؟ دي اجمل حاجه يا كابتن دي. ربنا يخليك. طيب بداية يا كابتن بهاء برضو عشان الناس تبقى عارفة انه حصل خلط شوية، ايه الفارق بين الاخوان المسلمين كجماعة وبين حزب الحرية والعدالة كحزب؟ هو حضرتك يعني مفيش فارق، الحزب الحرية والعدالة هو حزب انشاء الاخوان المسلمين. ايوه. انما احنا كلجنة رياضية موجودين من مدة كبيرة جدا، وامانات الحزب ليس فيها لجنة رياضية. احنا لما اشتغلنا، انا فاكر اول مره جيت لحضرتك قلت لحضرتك رئيس لجنه رياضيه بالاخوان المسلمين، فقالوا لي ما فيش فارق، كتبوا رئيس اللجنه. كل ما اروح لقاء او جريده بدل ما يكتبوا الاخوان المسلمين يكتبوا الحريه والعداله، لان الناس متخيله ان ده هو ده. اوكي. انما احنا شغالين بقالنا 17 سنه لجنه رياضيه بالاخوان المسلمين قبل انشاء الحزب، واحنا استساغنا الاسم اللي الناس استساغته لقيته اسم سهل، واحنا كمان استساغناه. فلما راى الحزب ان احنا ابتدينا يعني ننشر بيانات رسميه، فهو قال لا انتوا لازم يا اما ترجعوا لنا يا اما احنا ما عندناش لجنه رياضيه. بالظبط. اعتذرنا جدا ليهم. نعم. قلنا لهم ان هيبقى في تنسيق بعد كده في بيننا وبينكم، انما هو الحزب احنا كلنا في خدمه الحزب، والحزب في خدمه مصر، ما فيش اي حاجه تعارض بيننا وبينكم. بالظبط. ويمكن انا الحقيقه يعني اول امبارح تشرفت بمكالمه مع الدكتور سعد الكتاتني الحقيقه قبل ما يسافر المملكه العربيه السعوديه عشان اساله في الاطار ده، ان الموضوع ده يعني عمل بعض الحوار يعني، فهو اكد لي كلام حضرتك بالظبط. قال لي احنا ما عندناش اطلاقا يعني المساله كلها انه انا لما قالوا لجنه في الحزب الحريه، فانا بعت قلت لهم هل احنا عندنا في ضمن مكونات الكذا لجنه رياضيه؟ قالوا لا. قلنا احنا مجرد بنقول ان احنا حاليا ما عندناش لجنه رياضيه، ولكن ده ما يعنيش ان احنا مع او ضد اللي اتقال على الاطلاق. برضه هو حب ياكد هذا الامر الحقيقه يعني. طيب بالظبط. نقول بقى ان هي اذا جماعه الاخوان المسلمين هي الاب وانبثق منها حزب الحريه والعداله. هو حزب اسسه جماعه الاخوان. ايوه، حزب اسسه الجماعه هي الاشمل، اقصد اقول الجماعه هي الاشمل يعني. جميل. طيب اللجنه الرياضيه بجماعه الاخوان المسلمين باعتبار ان الجماعه هي الاب بالنسبه للمنطقه دي يعني، رؤيتها ايه الفتره دي يا بهاء بيه او يا كابتن بهاء لموضوع الدوري العام والنشاط الرياضي؟ والله هي رؤيتها مع رؤيه مصر. نعم. مصلحه مصر حاليا في عوده الدوري العام فورا. عوده الدوري العام بعد نتيجه المحاكمه، عوده الدوري العام فورا، اقامه النشاط الرياضي حتى يحدث استقرار للبلد، ومع العداله الناجزه وسياده القانون. سياده القانون تريح الناس كلها، تريح البلد كلها. قانون يمشي على اللي بيتحاكموا، قانون يمشي على اللي بيعمل فوضى، قانون يمشي على اللي بيعترض على مباراه، قانون يمشي على اللي بيعمل شغف في الملاعب. هو عوده القانون هي اساس، يجب ان تكون اساس التعامل في البلد عشان البلد تهدى وتستقر ونبتدي نعيش حياتنا الطبيعيه تاني. طيب ده كلام جميل جدا. الجماعه في عوده الدوري. والجماعه مع عوده الدوري العام وباقصى سرعه زي ما حضرتك تفضلت. بالظبط. جميل جدا. طيب هل حضراتكم ناقشتوا هذا الامر داخل اللجنه ولا على مستوى الجماعه؟ احنا لما اصدرنا البيان حضرتك ناقشنا داخل اللجنه وخدنا تصويت. وكانت الاغلبيه كلها مع اصدار البيان. اللجنه البيان ده جميع رياضيين جماعه الاخوان المسلمين بدون تحديد اسماء. نعم. مع عوده الدوري خالص. والمجموعه دي قوامها كام شخصيه يا كابتن بهاء؟ يعني هي مش شخصيه، وفي مكتب تنفيذي طبعا بيمثل كل الناس، بيمثل كل الالعاب اللي موجوده في مصر، انما المكتب التنفيذي بيستطلع اراء الناس اللي تبعه، فكل الناس مع عوده الدوري. نفس الاتجاه اللي الرياضيين كلها عايزين عوده الدوري فورا، نفس الاتجاه موجود داخل جماعه الاخوان. ممتاز. حضرتك تقصد بالمكتب التنفيذي مكتب تنفيذي خاص باللجنه ولا خاص بالجماعه؟ خاص باللجنه. لا ماليش دعوه. خاص باللجنه باللجنه الرياضيه. بالظبط. طيب. انما احنا تحت اشراف الجماعه، يعني احنا جزء من جماعه الاخوان. بما يعني ان قراراتكم هي في حضن الجماعه. لازم تكون تحت اشراف الجماعه، يعني ما نقدرش نصدر بيان رسمي زي ده بدون اخذ راي الجماعه
احنا الرياضيين عايزين كذا، واحنا عندنا الموضوع ده بيبقى فيه حريه، في حريه يعني زي مش اوامر ولا موجهه، لا في حريه من المتخصصين اختار هذا البيان. الرؤيه بتاعتكم ايه؟ الرؤيه بتاعتنا كذا، خلاص يبقى تصدروا البيان اللي انتم شايفين الرؤيه. فخدنا تصويت، بس لازم يبقى فيه يعني ديمقراطيه في تصويت على هذه الامور، عشان ما يجيش يبقى واحد يقول انا كنت بعترض او ما بعترضش. ناخد تصويت وحسب التصويت الاغلبيه بالنسبه للقرار، فاصدرنا البيان بناء على هذا. بناء على ده. طب برضه معلش كابتن بهاء، عشان الناس برضه تبقى فاهمه، لانه ربما برضه الاليات الداخليه دلوقتي بتهم الناس. النهارده اللجنه عملنا تصويت في اللجنه من خلال المكتب التنفيذي للجنه، وقال ان لابد من عقد دوري فورا. بعد كده حضراتكم بتعرضوا هذا الامر على مسؤولي الجماعه قبل اصدار البيان. طبعا لازم. ده لابد منه. طب لو حصل ان بعض الشخصيات اللي ليها اهميه في الجماعه اعترضت على هذا الامر، يعني الامر بيمشي ازاي عشان الناس تبقى فاهمه؟ هو عندنا الامور الفنيه بتترك للفنيين، انما لو اعترضوا يبقى لهم الحق، لازم لهم رؤيه اكبر. واحنا بنتبع جماعه وليس بنعملش احنا بنعمل من خلال المؤسسه، والعمل الجماعي يلزمنا اتباع اوامر الجماعه في اي حاجه. جميل جميل. انما هم بيتركوا هذه الامور للجان الفنيه اللي هي زي اللجنه الرياضيه تقرر وتعرض، الا اذا كان عندهم رؤيه ثانيه شايفين حاجه احنا مش شايفينها، فممكن يعترضوا ونناقش هذا الامر ونصل الى الحل اللي هو يمثل مصلحه البلد، مش يمثل مصلحه حزبيه ولا مصلحه ضيقه لمصلحتنا الشخصيه او اي مصالح من مصالحنا. ممتاز. تحركنا كله بيبقى اسمه تحرك في مصلحه مصر، مصلحه البلد. طيب الخطوه التاليه يا كابتن بهاء، بما انه جماعه الاخوان المسلمين النهارده وثم من ثم حزب الحريه والعداله مفترض ان هو على سده الحكم في مصر، هل بتعملوا اتصالات بقى بالدوله بعد ما بتتخذوا هذه القرارات وبيصدر البيان بمباركه من القيادات في جماعه الاخوان؟ هل بيتم بعد كده تنسيق مع الدوله او اتصال بشكل او باخر لتفعيل هذه الرؤى؟ طبعا، بس احنا ما بنتصلش احنا اللي بنتحرك لوحدنا، نحاول نجمع الخطوط زي الكابتن احمد حسن، زي اي واحد مع هذا الامر، احنا نحاول ان احنا نجمعهم ونسال بقى، هتيجي نسال فعلا للمسؤولين نقول لهم ايه الدوري واقف كده. احنا طبعا سمعنا ان هو متوقف لحين الموافقه الامنيه، سمعنا كده، انما على الحقيقه احنا مش عارفين، انما بنتحرك، لازم نتحرك في هذا الامر. ده بيان يقول ان احنا عايزين عوده دوري، فلازم ان احنا بعد ما نصدر البيان نتحرك في هذا الامر مقابله المسؤولين، ما نتحركش لوحدنا، لازم يبقى معانا كل الاطراف اللي هي عايزه عوده الدوري، بحيث ان احنا نناقش الموضوع معاهم، ايه اللي موقف الدوري. انما احنا لما ابتدينا حتى نتحرك مع المسؤولين لقينا كل المسؤولين عايزين عوده الدوري. ايه المشكله؟ فبيقولوا ان في يعني زي ما تقول حضرتك موافقه الامن لسه محتاجه تظبيط شويه، فاحنا بقى هنروح نقابلهم، هنروح نشوف يعني هتروحوا تقابلوا مسؤول الامن تتكلموا معاه؟ طبعا. انا كلمت الكابتن احمد حسن، قلت له اختار ناس من الناس اللي عندكم وناخدهم ونروح نقابل وزير الرياضه وياخدنا ويطلع بينا على وزير الداخليه. انما لازم عوده الدوري جزء اصيل من استقرار البلد ده، وفي بيوت مفتوحه ومصدر رزق الناس، فاحنا من تبعيتنا لمصلحه البلد ان احنا ندور على مصلحتها. لازم مصلحه الناس دي تبقى جزء من همنا اللي احنا شايلينه كلجنه رياضيه، الرياضيين اللي متوقف ارزاقهم واللي هم بيوتهم بتعاني من عدم الاستقرار نتيجه توقف الدوري، لازم نكون واقفين في صفهم لعوده الدوري كده. طيب كابتن بهاء، هل فكرتوا بقى كلجنه رياضيه في جماعه الاخوان المسلمين تكوين رابطه مشجعين؟ يعني انا ما اعرفش اذا كنت بتكلم كلام غريب او كلام مقبول، يعني هل فكرتم في ده تعملوا رابطه مشجعين؟ لا، احنا عندنا مشجعين داخل الارض، هم موجودين من الاول، يعني هم شباب من الاخوان كانوا بيروحوا يشجعوا كوره، ممكن تنظيمهم، انما ليس تكوين رابطه. يعني عندنا لما حضرتك شفت في الانتخابات ايام الحملات الانتخابيه كان في بيحضر في الحملات بتاعت الدكتور محمد مرسي التراس اخوان، صح، هم كان معاهم حضرتك مش عارف شفتهم ولا لا؟ شفتهم في 6 اكتوبر في الاستاد. بالظبط. هم دول جزء من المشجعين. احنا في كل حضرتك تجمع ناس لازم هتلاقي فيه لينا اخوان، يعني حضرتك لو رحت النادي الاهلي هتلاقي فيه اعضاء اخوان، رحت النادي الاهلي نادي الزمالك هتلاقي اعضاء اخوان، رحت العمال هتلاقي فيه اعضاء اخوان، في اي مكان لازم الاخوان منتشرين في مصر زيهم زي اي حد من جزء من الشعب. انما
الهدف الاساسي عندنا مصلحه البلد وليس مصلحتي. يعني حضرتك الناس لازم تفهم احنا بنتحرك في هذا الهدف، ما فيهوش هزار. مصلحه البلد فوق مصلحتنا، واحنا جايين فعلا يعني احنا جايين نخدم البلد. احنا كنا بنساند ناس في انتخابات هم ما يعرفوش ان احنا بنساندهم. حضرتك لو عملت اتصال مهندس عبد المجيد محمد عبد المجيد رئيس مجلس اكتوبر، مهندس حسين صبور، اي دكتور كمال فاروق، كنا بنساند الناس دي هم ما يعرفوش احنا مين. نعم. ليه؟ لدعم الرياضه. هتسيب الناس دي، هتسيب النادي، هتسيب الرياضه، هتسيب اللعبه نفسها، هتسيب تكاتف الاتحادات. كنا بنساندهم هم ما يعرفوش. احنا مصلحه البلد حاطينها فوق مصلحتنا. كابتن بهاء، طبعا ده كلام محترم جدا. بالنسبه لي حضرتك قلت لي دلوقتي، انت فاجئتني بكلمه التراس اخوان. انا فاهم ان كان في مشجعين، لكن ده مسماهم التراس اخوان. هم حضرتك التراس دي كلمه اصبحت كلمه شعبيه. كلمه شعبيه بالظبط، على رابطه مشجعين. فهو كل مشجعين كره الكره دلوقتي بيسموا نفسهم التراس. اوكي. التراس اهلي، زمالك، اتحاد، مصري، كل الناس دلوقتي هي كلمه محبوبه وكلمه بتعبر عن شباب متعاطف مع ناديه او مع اللعبه اللي بيشجعها، مع النادي اللي بيشجعه. ولهم دخلات جميله ولهم اغاني جميله ولهم حركات بيعملوها، بطولات الطبول مع الناس، وبتشجع اللعيبه وبتشجع الجمهور اللي قاعد نفسه. احنا كل الناس بتقول التراس اخوان، مش معناها يعني هي كلمه اصبحت كلمه ذات شهره، ذات شعبيه، فكل الشباب بيتخذوها. ما انا مع حضرتك، هي بتمثل كلمه كانها رابطه مشجعين، فهي الاختصار بتاعها. طب ايه يعني ايه سمات هذه الرابطه؟ يعني ايه مقومات او ايه صفات او ايه سلوكيات هذه الرابطه التراس اخوان؟ والله هم لا يدعوا الرياضيه. انا شفتهم في الانتخابات، في الحملات الانتخابيه في التلفزيون وفي النهار. انما انا يعني واعرف اشخاص منهم طبعا بمعرفتي بالاخوان، انما انا ما اعرفش هم بيتحركوا ازاي، ليهم رابطه ما لهمش رابطه. انا شفتهم، انما يعني انا عارف اخلاقياتهم. هم ناس طبعا اولا ما تلاقيش سب ولا شتيمه ولا سباب ولا بتاع. وانا ما اعتقدش برضه ان التراس عندهم سباب او حاجه. يعني انا يعني مش مختلط قوي قاعد في المدرجات مع الالتراس. انما اللي انا شفتهم بيتميزوا بانهم يعني زي ما تقول ايه، التراس متدين شويه. يعني عنده التزام، يعني عندك فكره عن قوامهم، العدد التقريبي بتاعهم؟ لا والله انا ما تعرفش. اوكي. انا فوجئت بيهم في CBC، فطبعا كنت سعيد بيهم جدا، وشفتهم في كذا لقاء كده. يعني انما ما عنديش فكره عنهم واعرف برضه منهم بعض الناس، يعني ما فيش اختلاط بيني وبينهم. اوكي. لكن احنا ان شاء الله هنبقى ناخد من حضرتك اسماء منهم ونبتدي نفتح معاهم حوار ونستضيفهم، علشان برضو احنا عايزين النماذج الجميلة تبقى موجودة عندنا في الملاعب، لانه مدى يعني هو عنده اخلاقيات حلوة، واكيد عنده احاسيس المشجع العادي. ما هو في النهاية شاب ومصري ومحب للرياضة وكذا وكذا. وكمان من حقه اعتقد يا كابتن بهاء يبقى في رابطة اخوان اهلاوي، رابطة اخوان زملكاوي، رابطة، مش كده برضو؟ طبعا. وانا في اهلاوي، في معايا واحد زملكاوي، في حاتم سيف زملكاوي، دكتور جمال عبد الله زملكاوي، في ناس كتير زملكاويه. وحضرتك ايه يا كابتن؟ انا اهلاوي. انت اهلاوي. والله جميل ان انت بتقولها بوضوح شديد، ودي حاجه محترمه جدا، انه مش عيب، دي روح رياضيه جميله يعني. واحنا كنا زمان كده يا كابتن مدحت، يعني انا قلت لحضرتك ان الكابتن محمد رمضان بيحكي لي، يقول لي ان الكابتن صالح سليم الله يرحمه كان يقول له تعالى نسهر مع زموره في نادي الزمالك، تعالى النهارده. فانا حكيت لحضرتك مع محمد حسن حلمي زموره، اقصد محمد. فكان الروح دي كانت موجوده. واحنا لما في نادي الزمالك كان سقطوا في الدوري نزل، انا اول واحد بقيت اتمنى عوده نادي الزمالك في بطولاته تاني والقوه بتاعته تاني، عشان يبقى في رياضه في مصر. احنا ما كناش هنحافظ على المنظومه كلها، هتضيع مننا الرياضه. هي منظومه متكامله ومتشابكه. بالظبط. يعني بالنسبه لسياده الرئيس دكتور محمد، اكيد طبعا عنده الصوره واضحه لكل الامور، بيتهيألي كده مؤكد يعني، برغم طبعا المهام الجسام اللي عنده يعني.
والله هو شايل عبء كبير جدا. الله يكون في عونه. انا بديل، وانا ال10 ايام دول وقت الفطار اقول اللهم انصر عبدك محمد ولطفك باهل مصر، يا رب الطف باهل مصر. انا معاك. الدعاء بتاعي في ال10 ايام دول. هو الدكتور محمد مرسي شايل مهام عظيمه جدا. اولا انت حضرتك عندك مشاكل اقتصاديه كثيره جدا، عندك مشاكل فئويه، عندك مشاكل مع الجيران، عندك مشاكل في الميه، عندك مشاكل في الكهرباء، مشاكل كثيره جدا. انت جاي واخد تركه ثقيله، فهو انا اعتقد ان هو مهتم بالموضوع ده. طبعا يعني الراجل عايز يوصل لحل. انما انا اعرف الدكتور محمد مرسي ان هو راجل منظم جدا، ان هو راجل حكيم جدا، وان هو هيتخذ القرار الصح في الوقت. صحيح. وعارف والله يا كابتن بهاء انه برضه احنا من واجبنا ان احنا نقول له ان كرة القدم والنشاط هيريح امور كتيرة جدا في البلد من القلق اللي هي فيه. عارف الناس دلوقتي، احنا مش بنقول ان حد مش هيدور على حقه لما يبقى فيه كرة، لكن اللي انا اقصده ان الناس على الاقل هتلاقي متنفس، لان احيانا الكوره والكلام ده كله بيبقى غذاء في حد ذاته. هتلاقي الناس ادوله فرصه اكتر. يعني هو اذا عايز يحل مشاكل كثيره جدا هو بيجابهها النهارده، جزء منها كبير من غير ما يبذل فيه جهد كبير، هيكون من خلال عوده نشاط كره القدم والنشاط الرياضي بشكل عام. والله دي رساله اللي بنحاول نوصلها يا كابتن مدحت، يعني نفس الكلام اللي بتقوله دي رساله اللي احنا بنحاول نوصلها. وكابتن الدكتور حلمي الجزار النهارده قال على اعلى مستوى هحاول اوصلها، واللي احنا بنناشد فيها الدكتور محمد مرسي ان عوده الدوري جزء كبير جدا من الاستقرار لمصر باذن الله وان شاء الله، وجزء كبير منها فتح ارزاق ناس كتير او رزق من ورا الكوره. فاحنا كلنا مع هذا الامر ان شاء الله. واحنا نتمنى ان شاء الله ان سياده الرئيس والرئاسه والدكتور ياسر علي يبقى في بيان سريع مطمئن للملايين، اولا محبه للرياضه، ثم للملايين اللي جاعت وتعبت جدا. لابد ان يبقى في بيان باسرع ما يمكن يطمئن الناس عشان يدي امل ويدي حياه للبلد. ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. مدحت، احنا عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض في هذا الامر. طبعا. احنا مش عايزين ندخل فيها مصالح حزبيه من الاخوان المسلمين ضد عوده الدوري. لا بالعكس، احنا اول ناس عوده الدوري، واول ناس عندنا ناس رياضيين بتعاني من عدم عوده الدوري، واول ناس فاهمين ان عوده الدوري جزء كبير من استقرار البلد وعوده الحياه لطبيعتها. احنا مع هذا الامر، واحنا يعني احنا حاطين ايدينا في حضرتك وفي كابتن احمد كبير وفي كل الناس اللي بتدفع في هذا الاتجاه ان احنا في عوده الدوري. وبنشكر كل واحد شايف ان هم عوده الدوري وهم الرياضيين همه الشخصي، لان هو عمليه ممكن ما يكونش متاثر بيها، انما هو شايلها كهم الشخصي. نشكر اي واحد شايل هذا الهم وبيحمله على عرض، لان ده جزء كبير جدا من مصلحه البلد في عوده الدوري ان شاء الله. جميل. انا بشكرك يا كابتن بهاء، شكرا جزيلا. ربنا يخليك، وبتمنى لك كل توفيق وللجنه الرياضيه. بالمناسبه انا سمعت ان قناه 25 ربما تشتري الدوري العام. هل حضرتك عندك معلومه في المنطقه دي ولا؟ ربما ايه يا فندم؟ تشتري الدوري، يعني تبقى من ضمن القنوات اللي تذيع مباريات الدوري. ده حاجه تفرحنا جدا. يا ريت. انا هقول لحضرتك على حاجه. انا ليا ابن مهندس يطلع الصبح الساعه 8 ويرجع من شغله الساعه 7 8. ما كانش له ترفيه ولا حاجه بتريحه نفسيا وتخليه يستريح الا دوري وكره القدم. دلوقتي تقول يا بابا اعمل ايه؟ الوقت اللي انا باجي فيه منهك القوى وببقى قاعد قدام التلفزيون اشوف ماتش او اتابع ماتش او حاجه، اعمل ايه؟ واخد بال حضرتك؟ بالظبط. ما بقاش ليا، ما فيش ترفيه. وطبعا يعني الموضوع ده مهم جدا. هو مهم لانه متعه لكثير من الشباب، ومتعه لكثير من البيوت، متعه لكثير من الناس. الناس كلها منتظره المتعه الجميله اللي هم زي ما تقولوا ايه اتعودوا عليها، ان هي مشاهده الدوري ومتابعه الرياضه ومتابعه القنوات الرياضيه. الكلام ده احنا يعني ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكون عوده الدوري قريب ان شاء الله باذن الله. معلش انا برضو يعني بالمناسبه افتكرت دلوقتي برضو حبيت تعقب. كان في بعض التصريحات صدرت من الدكتور عصام العريان، ربما هو يقصدها ربما لا يقصدها، ربما فهمت غلط في المنطقه بتاعتنا اللي بنتكلم فيها نشاط وكره القدم. هل حضرتك تحب تعقب؟
والله انا طبعا الدكتور عصام ده استاذنا، يعني الواحد عشان يعقب عليه يبقى مشكله. انما كرأي مواطن، كرأي هو فهم تصريحاته غلط، يعني فهمت تصريحاته غلط. هو يعني انا للاسف ان بعض الصحفيين بيحاولوا يستدرجوني مثلا، وانا مش فاهم حاجه في السياسه، يستدرجوني في السياسه. فممكن اعقب عليها سياسيا انما ليس رياضيا. بالظبط. مفهوم التصريحات غلط. انما الدكتور عصام ايام مع عوده الدوري، مع عوده النشاط، مع استقرار البلد. الدكتور عصام ايام من الشخصيات الجميله اللي موجوده في الاخوان المسلمين. يعني هو احنا يعني بنعتبر في الاخوان المسلمين هو المتواصل مع المجتمع دائما. يعني هو دايما شخصيته الجميله بتخليه متواصل مع كل الناس. ممتاز. انا اعتقد ان هو رايه عوده الدوري وانه فهم تصريحه غلط. اعتقد ان التصريح فهم غلط. هو قال كده فعلا الحقيقه من يومين يعني. كابتن بهاء رحاب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا بشكر سيادتك، كل سنه وحضرتك بخير وصحه. وانت بالصحه والسلامه. اشكرك شكرا جزيلا.